عسلامة حبيت كيما وعدتكم نعمل فيديو خاصة بمنظومة بيلوت وعلاش في رأيي يلزمها تتنحى في أي مقاربة متاع إصلاح تربوي شامل في تونس. وطبعا باش نحكي عن تجربة مش من فراغ خاطرني منتوج منتوجات المنظومة هذه. باهي خلينا من الأول نتفاهموا أنه من الإجحاف أن نقول أن النموذجي سيء في المطلق. هذه حاجة ماهيش صحيحة، وأنا واحد من الناس النموذجي أعطاني برشا مهارات ما كنتش نكتسبها كان قريت ممكن في معاهد أخرى. مثلا القدرة على التنافس، يعني أنا إنسان تحطني في سباق مع أي كان تونسي ولا قاوري ما عندي حتى مشكلة وما نخافش وما نوهقش وعندي ثقة تامة في قدرتي على الفوز، وهذه حاجة جاية من البيلوت. عندي زادة توازن جيد بين التكوين العلمي والتكوين الأدبي. يعني أنا مانيش سيبويه أما كيف نسمع خطاب بالعربية الفصحى بما في ذلك الخطابات متاع السياسيين التوانسة نعرف وين الغلط وين الصحيح، ودني يوجعوني كي نسمع غلطة، وهذا يصير بالرغم لأني نسيت القواعد. لكن هذا يوريك اللي التدريب متاعي كان جيد وأنه كان عندي أساتذة أكفاء مش في العربية فقط، حتى في الإنجليز. تعلمت الإنجليزي متاعي في تونس مش في لندن. الفرنسوية مش طيارة ما جاوي باهي. كما قال صديق فرنساوي أعطاني تقييم ما طلبتوش منه. قال لي tu fais pas de faute mais tu as des intonations. ديما ضحكت الحكاية. فتكويني جيد حتى في الرياضيات ما كنتش من اللامعين، ولكن كيف لقيت روحي بطال في اوروبا وقت اللي كنت اتيديون الرياضيات هما اللي عاونوني، خاطرني كنت نقري اتيود للليسيان بالمات اللي تعلمته في البيلوت، فهو اللي انقذ لي حياتي وخلاني نجم يكون عندي مورد رزق في انتظار تولي عندي خدمه. هذه حاجات ما نكرهاش. ما نكرهش زاد اللي البيلوت عطاني جزء او جانب هام من الانضباط اللي هام ياسر في حياة ناس كيفي يميلوا للكسل. يعني انا واحد من الناس كما تحطليش ضوابط نبحر. فنتصور روحي كان لقيت روحي في مجال هكا متاع تكركير وفسعة راني تعبت في حياتي. فهذه الحاجات الباهية اللي اكتسبتها من البيلوت. نجيو تو الحاجات الخايبة اللي في نظري يتجاوزوا برشا في الأثار متاعهم من الحاجات الباهية. أول حاجة سيئة كنت حكيت عليها قبل هو عدم القدرة على التعامل مع أصناف مختلفة من الناس. وهذه حاجة جاية من اللي فات أنك تحط في قسم واحد ناس باهين وتحطهم في مناسبة مع بعضهم، فهذا يخليهم غير قادرين على التعامل مع ناس مختلفين عليهم كيف يخرجوا الحياة العامة من بعض. وكنت قلت في فيديو سابق اللي أنا قعدت لي سنوات نعود في روحي على التعامل مع أو على العمل مع فريق، إما كجزء من الفريق أو كقائد الفريق، خاطر كيف تمشي بالعقلية متاع البيلوت باش تبدا فريستري برشا وباش تلوج على الزون اللي أنت كونفورتابل فيها، تقعد تحصر فيها روحك وتقول للناس الآخرين عموا بحالكم مع بعضكم. فهذه بالطبيعة حاجة هدامة ياسر، والبيلوت ما يعلمكش كيفاش تتصرف في فريق. فيظهر لي هذه نقيصة لازم نعترفوا بها. النقيصة الثانية يظهر لي أهم من الأولى هو عدم القدرة على التعامل مع الفشل. الفشل كان حاجة ماهيش مطروحة بالكل في البيلوت، وكانت فما برشا وصم الناس اللي يفشلوا. يعني كان عندنا حاجة اسمها لا موين ريتميتيك، لازم تجيب 12 في مواد معينة، ما تجيبهاش تطرد من المعهد، وتطرد بطريقة مهينة بصراحة. يعني ما هيش حاجة باهية بالنسبة لطفل صغير. فاللي يصير هو أنك الطرد اللي جايبين أقل من الموين هذيك، والناس اللي يقعدوا تخلق عندهم une certaine insécurité، يعني تخليهم غير قادرين على التعامل مع سيناريو متاع فشل في حياتهم، وهذه حاجة كارثية الحقيقة. احنا نشوفوا اللي أكثر ناس اللي وصلوا لمواقع قرار في الشركات الكبرى هم أكثر ناس فشلوا في قرايتهم، وهذا مش من فراغ، هذا جاي من اللي فات أنه الفشل في القراية يكسبك القدرة على التعامل مع مشاكل الحياة وحلها، بينما النجاح المتواصل يخليك أول حيط يعرض لك تدخل فيه.
فهذه نقيصة كبيرة ياسر ياسر. النقيصة الثالثة راها مؤسساتية أكثر منها شخصية، تتعلق بالفات أن الدولة هذه استثمرت في معاهد نموذجية من منظور أنها معاهد ستفرز مهندسين وتقنيين يخليوها تكبر النسيج الصناعي نتاعها. يعني هذه كانت الفكرة المطروحة في الثمانينات والتسعينات، أنك تكون مهندسين وتقنيين على الأقل في بلاد ريانا. اللي صار في الواقع هو أنه المهندسين كلهم قاعدوا في الخارج، والناس اللي دخلوا لتونس أو قاعدوا في تونس ما هوش بالضرورة الناس اللي قاعدين ينهضوا بالصناعة نتاعك. يعني راهو برشا منهم إداريين فقط في الإدارة العمومية، برشا منهم دخلوا في السياسة، ينظروا على السياسة وعلى الاقتصاد وعلى المحاسبة وعلى الدين وعلى الفلسفة، مش يصنعوا في حتى شيء. فثم شرخ كبير ياسر بين الدولة شنو تستنى وشنو يحدث في الواقع. والشرخ هذا خلى انه منظومه البيلوت توا ماهيش قاعده تساهم في حتى شيء من حيث بناء الاقتصاد الوطني او بناء رؤيه جديده للبلاد. فمن اجل هذا كلنا يظهر لي احنا محتاجين توا باش نتخلاو للبيلوت اللي هو توا ماهوش حتى يعني موافق مع المناخ الجديد اللي احنا فيه. احنا توا في مناخ مش تاع الثمانينات والتسعينات، احنا توا في مناخ تاع تعليم مفتوح لازم يكون متاح للناس الكل، ومتاع اكتساب مهارات حياتيه ومش فقط مهارات تقنيه. فمن اجل هذا محتاجين باش نتخلاو على النموذج القديم هذايا وباش نعمل نموذج يكون فيه التعليم متاح للناس الكل. كما قلت في الفيديو نتاع التخلي عن البكالوريا، يخلي الناس قادره على انها توصل لسن 16 وتاخذ شهاده تاع تختم تعليم ثانوي، واللي عنده مهارات خاصه وكفاءات خاصه يحب يستثمرها باش يدخل الجامعه يعدي عام يخصص فيه روحه باش يمتحن في المواد اللي هو باهي فيها واللي تنجم تدخله لجامعات معينه. هذا هو الموديل اللي يظهر لي فيه توازن بين انك تحل التعليم الناس الكل وتخلي الفئه اللي هي افكتيفمون عندها قدرات اكثر من غيرها تنجم تحقق الطموح نتاعها. اعطيني رايك.